خلاص بقى انسوا البطاطا ان هي تلزق معاكم في الحله او الصينيه اما تيجي تعملوها. تعالوا نعملها بطريقه بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت هتكرمل معاكي وهتديكي صوص كراميل خطير، وهتخلي لك البطاطا كده شكلها وطعمها زي المشوي بالظبط، وبدون ما تغسلي بقى مواعين كتير او الحله يلزق فيها البطاطا. يلا كده نبتدي الوصفه. ووصفتنا النهارده بمكونين اتنين بس. جبت حبات من البطاطس، 3 حبات من البطاطس يكون حجمهم كبير بتوع الشوي، وابتديت ان انا اغسلهم كويس جدا وانشفهم من الميه. بعد كده باجيب الكيس الحراري، احنا عارفينه بيجاب بيبقى كيس كده فيه 3 4 اكياس. بيبقى فيه اكياس كبيره ومتوسطه، بتجيب على حسب بقى البطاطا بتاعتك. وبعد كده بضيف جوه، بحط البطاطا جوه الكيس، واحط معاها نص كوبايه من السكر، وبقفل عليها كويس جدا. بحطها في الصينيه بتاعتي كده، وبدخلها الفرن. قبل ما ادخلها الفرن بجيب كده شوكه او سكينه، وبخرم معايا كده الكيس الحراري عشان ما ينتفخش معايا ويفرقع في البوتاجاز او الفرن بتاعي. دخلتها الفرن لمده تقريبا نص ساعه، وطلعت معايا زي ما انتم شايفين كده، الصينيه نظيفه زي الفل. وفي نفس الوقت البطاطا عندي استوت 100%، وعملت صوص كراميل رهيب بجد خطير. والصينيه بصي زي ما انتم شايفين زي الفل، هي بس مطرح ما كنت بفتح الكيسه نزلت معايا صوص الكراميل. ده صوص الكراميل هحطه بقى فوق البطاطا. بحط البطاطا كده في ورقه فويل، او ممكن تحطيها في طبق على طول وبفتحيها كده بالنص وبتحطي فيها صوص الكراميل. على فكره ممكن تحطي فيها بولة ايس كريم، ممكن تحطي فيها كريم شانتيه من فوق، بجد زي ما انت حابه بتحطيها. انا عملتها كده سهله ومبسطه. بجد جربوها تعجبكم جدا، خصوصا ان البطاطا موجوده في السوق الايام دي وسعرها حلو جدا. جربوها تعجبكم جدا.